ازيكم حبايبنا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. صلوا على النبي يا جماعه، ما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناه، عايزين القناه تكبر بيكم ان شاء الله. بصوا حبايبي، ان شاء الله النهارده هنعمل الغدا بتاعنا. هنعمل صينيه بطاطس بالكوارع وشويه رز كده، وكملوا الفيديو معايا وان شاء الله هتشوفوا هنعمل ايه. انا عندي حلقه بوتاجاز اهي. حاطه فيها ميه عشان تغلي. الميه غليت هننزل فيها الكوارع. بصوا حبايبي، الكوارع دي انا كنت سلقاها الاول. قعدتها كده ربع ساعه على البوتاجاز. طلعت حاجات كده مش مستحبه ويعني مش مرغوب فيها اصلا. فكبيت الشوربه بتاعتها وغسلت الكوارع تاني. وبعد كده غسلت الحله وحطيت ميه نظيفه فيها. ودي السلقه التانية دي. وغسلت الكوارع على فكره للعلم يعني. الكوارع غسلتها بعد ما سلقتها ربع ساعة السلقة الأولانية. تمام. تمام، اديني حطيتها كده على البوتاجاز وهي استوت معانا. شفتوا استوت بسرعة ازاي؟ اهي استوت كده. تمام. هنبهر الشوربة بتاعتنا والكوارع. هنبهرها بايه بقى؟ هنبهرها بملح وفلفل اسود. بص يا بنات، انا زوجي مش يعني بيميل لزر ورد وحبهان او هيل وورق لورا والكلام ده. لا لا، مش او مستكه والكلام ده. لا، مش بيحب الشوربه المنكهه باي منكهات. فهو ملح وفلفل اسود بس. تمام، بهرناها وسبناها كده تاخد دي بس في في الملح والفلفل. تمام. نقلتها في حله تانية. على فكره انا مش مولعه على البوتاجاز، انا هي خلاص استوت وتمام ومية فل وعشرة. تمام. فنقلتها في حله تانية عشان ناخد الشوربه كمان بتاعتها. فهنا في نفس الحله غسلت الحله وحطيت معلقه سمنه عشان نعمل لها تسبيكه. تمام. حطيت معلقه سمنه ومعايا بصلايه متوسطه خرطها صغير على ايدينا كده اهو بالسكينه يعني. ربنا يديم ايدينا نعمه والله والحمد لله يعني. تمام اهو خرطها كده بالسكينه صغير. هنسيب البصلايه تصفر. تمام، هنسيب البصلايه تصفر. هنقلب في البصلايه كده لغايه لما تصفر. تمام يا حبايبي. تمام ان شاء الله. اهو كده خرطها كده على ايدينا. تمام اهو. كفايه يا ستي، خلاص 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 البصله خلصت. اهو هقلبها كده لغايه لما تصفر. تمام كده اهو. تمام اهو البصلايه صفرت معانا. هنزل عليها بايه بقى؟ حضرتك عايزه تضربي طماطم فريش اضربيها. عايزه عندك طماطم متفرزه زي ما انا عامله كده. انزلي بكيس. انا نزلت بكيس طماطم كنت مفرزاه مصلصاها يعني. وحطيت عليها شويه شوربه من شوربه الكوارع. تمام. حطيت عليها شويه شوربه من شوربه الكوارع اهو. هسيبها لغايه لما تتسبك شويه. تمام. نغطي عليها وهسيبها لغايه لما تتسبك شويه اهو كده يا حبايبي. تمام. بعد ما اتسبكت يا بنات هنعمل ايه؟ هننزل عليها بملح وفلفل اسود. شويه كده قليلين من الفلفل الاسود. حضرتك عايزه تكتري كتري، بس انا عشان معايا طفله فبيبقى حرق عليها يعني. لما تاكل بتقولي يا حرقه يا ماما بتاع كده، فانا ما برضاش اكتر كتير يعني. يا دوب بس كده يدي ريحه اهو. وهنزل عليها انا حبايبي كان ده مش رجل كامله. كانت عندي رجل كامله فقسمتها على كيسين. كيس عملته يعني من فتره كده، والكيس التاني ده قاعد. فدول 5 قطع. تمام. نزلت 3 في الصلصه كده زي ما حضرتك شايفه. وبعد كده وهخلي 2 في الشوربه. تمام. اللي حابب عايز ياكل في الشوربه ياكل، اللي عايز ياكل في الصلصه والبطاطس ياكل برضو اهو كده.
شويه كنت حاطه فيها كمان يا حبايبي، كنت جايبه ماسوره وحاطه فيها شويه شوربه، ما ينزلوش المعده، لا بينزلوا في القلب بجد والله. شويه شوربه حلوين جدا. اللي عارفين لو هتعملوا بالطريقه دي الكوارع، اللي هتشملها ريحه زفاره ولا ريحه مش مستحبه ولا اي حاجه، جميله جدا. ربنا يحسن ما بين ايديكم وتعملوا احسن من كده يا حبايبي. طيب في اثناء ما الكوارع بتاخد لها غلوه كده في الدمعه، انا اعوذ بالله من كلمه انا، خرطت، قطعت بطاطس مكعبات، وعملت شويه سلطه خضره كده. قطعت بطاطس مكعبات وعملت شويه سلطه خضره. فهنزل بالبطاطس كده في الدمعه، تمام. خليها تاخد لها غلوتين. وهنا عملنا هنقف واقفين ساكتين؟ والله ما ينفع، احنا برضو بتوع الكلام ده. هعمل ايه بقى؟ جبت حله صغنونه كده على قدينا، وحطيت، هعمل شويه رز حبه وحبه، تمام. حطيت شويه رز عشان ياخدوا لون كده، مش هنسيبهم ان هم يتحرقوا، لا احنا نديهم لون بني كده حلو، تمام. يتحمروا كده اهو، تمام. هنزل عليهم بباقي كميه الرز اللي معانا عشان نعمل رز حبه وحبه، تمام. تمام ان شاء الله. اهو يا حبايبي، ما تسرحوش مني، صلوا على النبي يا جماعه. ما تنسونيش في دعوه حلوه كده، ولكم بالمثل ان شاء الله. اهو، تمام. انا هزقي الشوربه، عفوا، هزقي الرز، مش شوربه، لا هزقيه ميه عادي من الحنفيه. جو حراره، وطبعا مش مستحب ان احنا نزقي شوربه والكلام ده دلوقتي في الحر ده، عشان حاجه ما تبصش مننا. فهزقيه ميه عاديه، وهنزل عليه بمكعب مرق، وهنظبط الملح بتاعه، وهنسيبه يستوي مع نفسه. استنى اهو كده يا حبايبي، بندوب كده الملح والمرقه. لا كنا بندوب المرقه، دينا لسه حاطين الملح اهو كده. والله يا حبايبي كانت كل حاجه مظبوطه وتمام الحمد لله. وملحها مظبوط، والله ما دقت حاجه يعني. الحمد لله الحمد لله، والله انا بعمل ما دقت حاجه. طيب نرجع للبطاطس بالكوارع بتاعتنا. خلاص البطاطس كده يعني شبه ان هي استوت، تمام. فهنزل عليها في صينيه تدخل الفرن، تمام. اطلع كده الكوارع بس عشان لما انزلها ما تطرطش علينا وتبوظ الدنيا اهو، تمام. محطوطه القطعه بس في الدمعه، في التسبيكه بتاعتها، وحتتين في الشوربه اهو، تمام. اهو كده. البهاريز بقى دي ما نسيبهاش. طب وينفع؟ لا والله ما ينفع، البهاريز دي ما نسيبهاش ابدا اهو كده، تمام. بس هندخلها الفرن تاخد وش بقى من فوق، وايه، روعه. كانت طالعه حكايه وطعمها جميل جدا اهو، تمام. طلع كده الكوارع على الوش عشان تاخد لها تحميره كده من فوق، جميله جدا. حضرتك ممكن تحطيها في طاجن فخار عادي. بس انا كان الطاجن اللي عندي ما كانش موجود يعني، كان عند حد يعني، كنت موديه فيه حاجه لحد فما كانش موجود عندي. فحطيت في صينيه تدخل فرن عادي خالص. طاجن موجود عندك، صينيه تدخل فرن، اوكي. وكان في الطاجن ده اللي فيه ملوخيه، كانوا عندي شويه ملوخيه في التلاجة طلعتهم، وده العيش الشمسي او العيش الفلاحي زي ما حضرتك بتسميه. بالله عليكي الصينيه دي تستاهل كام لايك. متنسونوش في دعوة حلوة يا جماعة، ومتنسونوش في اللايك، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله. لايكات لايكات بقى. مع السلامة حبايبي.